ترى اسمع لي البروف ايش قاعد يحكي. راهو ما نعرفش علاش تتحرج من الناس، لكن انا نقول نتحمل مسؤوليتي فيها. راهو نورمالمون اليوم فما هدف واحد، هو ان نموت جميعا يا سيدي. اشرف شيء اليوم انك تذهب الى الموت ونعرف انه موت. يا بروش مدخلك في الموت، عديت لنا رمضان كامل تتباكى على خاطرك ما خدمتش، دوم من بلاتو لبلاتو تغرد على خاطر بوشناق ما عيطلكش في حفل وتحكي على الموت والحرب وفلسطين. نزيدكم حاجه اخرى ونتحمل مسؤوليتي، عندي كاسكيت العنف زاد. يا بروش مدخلك في العنف، توزن 45 كيلو وتحكي على العنف، تي كنت تعمل سبرينت وترد الوريك من الدخان اللي تتكيف فيه وتحكي على العنف. لطفي العبدلي يتربش بيك مهذب البطال، اما بعد الفيديوهات هذا العلوش باش يتربش بيك مهذب العفاط. اما ما تخافش ماكش وحدك في العفط، كيفك فما ملايين توانسه اللي كبروا جد عليهم تاع عبير كيما نعطيك بونيا نجيبك في بولوني، وهو كي تجي للرسمي كنت تعطي بونيا وتتكسر يدك. المهم التونسي كي يتخمر يولي فلتي ويولي ماشي يحس في روحه اقوى من الناس فقط، اما زاد اقوى من رب الناس والعياذ بالله. انا ربكم الاعلى يا حمقى، واضح؟ واضح. اما على قد ما بلغت في غيرتك من ظفر العابدين، عائلته كاملة عندها اسابيع وهي تبخر وتستعوذ من شر حسد اذا حسد. كان قسمك مش مرضيك اعرف انه ربي يعطيك على قد قلبك، كبر قلبك يكبر قسمك، والله اعلم. ما نعرفش علاش عطاني مثال ظافر العابدين، يعني كانوا عطاني مرجع، كانوا عطاني